صوت الحكمة الحقيقي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه الحلقة غنهضروا على المادة 67 من قانون المسطرة الجنائية، وغنشوفوا شنو هي الحقوق والإجراءات اللي خاص تكون في الحراسة النظرية، لأن بزاف ديال الناس ما عارفينش هاد التفاصيل. كاين بزاف ديال الناس كيعتقدوا أنه ملي كيتم توقيف شي شخص كيبقى تحت الرحمة ديال اللي شدوه بلا حقوق وبلا ضمانات، ولكن قانون المسطرة الجنائية خصوصا المادة 67 كيوضح بأن حتى في الحراسة النظرية كاينه إجراءات دقيقة خاصها تحترم. هذه المادة ما جاتش باش تعقد المسطرة، بل باش تحمي كرامة الشخص وشفافية البحث ومسؤولية ضابط الشرطة القضائية. اشنو كتفرض المادة 67؟ ضابط الشرطة القضائية خاصو يكتب بدقة النهار والساعة ديال التوقيف، نهار وساعة وضع الشخص تحت الحراسة النظرية، والوقت ديال الإفراج عليه أو التقديم ديالو للنيابة العامة. يعني الزمن هنا مهم بزاف. علاش؟ حيث القانون محدد مدة الحراسة النظرية وما يمكنش تبقى مفتوحة بلا حساب. القانون كيلزم أن هذه البيانات إما يوقع عليها الشخص أو يدير البصمة ديالو أو يتسجل بأنه رفض مع ذكر السبب، أو كانت استحالة للتوقيع، يعني حتى الرفض خاصو يتوثق. هاد النقطة بزاف ديال الناس ما عارفينهاش. ضابط الشرطة القضائية خاصو يشعر العائلة ديال الموقوف أو أي شخص تيهمه الأمر مباشرة بعد الوضع ديالو تحت الحراسة النظرية، إلا إذا الموقوف رفض هاد الشيء صراحة. وحتى عملية الإشعار خاصها تتوثق، شكون تم به الاتصال، شنو الصفة ديالو، شنو الوسيلة المستعملة، والوقت والتاريخ. ماشي غير قلنا لهم، بل كاين توثيق قانوني. إلا ظهر على الشخص مرض، إصابة، آثار كتستدعي الانتباه، خاصو يخضع لفحص طبي بعد إشعار النيابة العامة، والتقرير الطبي كيلتحق بالمحضر. هذه النقطة مهمة لأنها كتضمن سلامة الموقوف وكتمنع أي جدل أو ادعاءات مستقبلا بدون توثيق. القانون ما كيهتمش غير بالجريمة، كيهتم حتى بطريقة التعامل مع الإنسان أثناء البحث. ودولة القانون كتبان خصوصا في كيفاش كتعامل مع الشخص وهو موقوف، ماشي غير وهو حر. القانون ماشي غير عقوبات ومحاكم، القانون حتى ضمانات وحقوق خاصها تحترم. ومن حق أي مواطن يعرف شنو كاين في المحضر باهر، شكون اللي تشعر، وشحال دازت المدة، وشنو الإجراءات اللي تدارت معاه. حيث الوعي بالقانون ما كيحميش غير المتهم، كيحمي حتى المجتمع كامل. عرف حقك، لأن الجهل بالقانون كيكلف بزاف، والوعي هو أول خطوة باش تحمي راسك وتحترم القانون في نفس الوقت. أي لا عجبكم الموضوع ما تنساوش ديروا لايك وتشاركوا الفيديو باش توصل المعلومة لناس كتار. تحياتي لكم.